أنا في مشكلة كبيرة جدا جدا. ليش شنو؟ قالت لي أخو راجلي. أخو راجلي، اسمعوا الكلام ده كويس. أخو راجلي نفسه دخلت فيني، داير يعمل معايا علاقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده الكلام يا جماعة اللي بيجيب اللوم، ده الكلام اللي بيجيب اللوم، ده الكلام اللي بيجيب اللوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحموا الموت، الحموا الموت يا جماعة. راجلك غلطان والغلط راكبه. كيف يعني يسمح لأخوه يدخل بيته وهو ما موجود؟ ما هو شوفوا يا جماعة، ما في حاجة خاربة بيوت الناس، بيوتنا دي، بيوتنا السودانية دي، إلا توشك الكتيرة دي. والله العظيم شفت توشك الكتيرة دي والبيبان، الفاتحة لكل من هب ودب دي. قسما بالله دي الخاربة بيوت الناس. دي الخاربة بيوت الناس. يا جماعة الناس نفوسها بقت وسخانة. يا جماعة الزمن بقى صعب، والناس نفوسها بقت وسخانة والله العظيم. ها وفي بنات إبليس كتير جدا جدا بالمناسبة. عادي جدا جدا حمو زي ده بيدخل على الواحدة منهم، بيغريها بحاجة، وهي هتضطر انها تقدم له تنازلات وتدخل معاه في علاقة محرمة. وعادي جدا جدا حاصلة بالمناسبة في مجتمعنا السوداني ده. في بنات إبليس لحم رخيص دخلوا في علاقات مع أخوان أزواجهم، دخلوا في علاقات مع أخوان رجالهم. الواحدة من ديل أخو راجلها بيكون عارف نقطة ضعفها شنو، ما عاد ما سيد بيت عاد صاحب بيت، اللي بيقول لهم ما تدخل منه. اه فبكون عارف نقطة ضعفها شنو، والمحرومة منه شنو، والما لاقياه شنو. بيستغل الحتة دي، بيجيها من الحتة دي، وهي بتضطر انها شنو، خلاص تقدم تنازلات. ليه؟ لانها بنت ابليس لحم رخيص. ياما ما في اخوان خانوا اخوانهم مع نسوانهم. ياما ما في اخوان خانوا اخوانهم مع نسوانهم مع زوجاتهم. وياما ما في اخوان وقرايب واصحاب وعشرة عمر وحبايب خانوا الناس اللي فتحوا لهم بيوتهم واكلوا معاهم عيش وملاح. واللينجي والملاح قال لك والله اقوى من اللينجي والملاح اقوى من رجلي، والله بخليك والله يجيب لك شفتها كده في عغر دارك، في عظم اهلك.